هاي يا حبايبي، بيبتدي ملخصنا النهاردة في مدينة من مدن الصين، تحديدا في واحد من البارات، وبنشوف لين بطلتنا اللي بتكون لابسة ومتشيكة على الآخر، ولما البنات بيشوفوها بيقعدوا يتكلموا عليها وحش وبيقولوا إنها بنت مش كويسة وكمان تبقى رفيقة العم شون. ولما لين بتسمعهم بتروح وبتغرقهم بالمشروب، وهنا البنت بتهددها إنها هتشتكيها، لكن لين بتفكرها هنا إنها تبقى عشية العم شون زي ما هما بيقولوا، يعني كده لازم تخاف منها. هو بتروح بعدها لمجموعة من الشباب، هو بيكون من ضمنهم يان بطلنا وصاحبه جون وتاي. هو بتفضل تضايق في يان وتقرب منه، لكنه بيقول لها انك مش نوعي المفضل، فبتروح تقعد جنبه وبتطلب منه يصب لها مشروب، ولكنه بيرفض وبيقوم وبيسيبها. فبيروح جون يقعد جنبها بس بتسيبه وبتطلع وريان اللي بيكون لسه واقف بره، وبتشوف في تليفونها صور لشون مع جيه خطيبته الجديدة، وطبعا بتزعل وعشان تنتقم منه بتروح تقرب من يان اللي بيرفضها وبيحذرها تقرب منه تاني. هو تاني يوم بقى الصبح يان بيروح للين بيتها وبيسلمها الكروت اللي سابتها له، وبيقول لها مش هو الراجل اللي بيجي بالطريقة دي، لكنها بتشده جوه الشقة وبتحاول تتقرب منه وبتعرفه انه نوعها المفضل، بس يان بيزقها وبيقول لها تبعد عنه لانه عارف اللي زيها عايزين ايه. بس بعد ما بيخرج بتقعد تعيط لوحدها وبتفتكر زمان لما كانت بنت كويسة، كانت مرات أبوها بتضربها على أتفه الأسباب، وكمان اتهموها إنها نامت مع خالها اللي يبقى أخو مرات أبوها، يعني مفيش بينهم صلة دم. المهم إن ساعتها اتبلوا عليها وطردوها من البيت، فقررت تنتقم بطريقتها، وده السبب اللي خلاها تتقرب من يان لأن أختها بتحبه والعيلتين ناويين يخطبوا لبعض، فقررت إنها تتقرب منه عشان تنتقم من العيلة كلها، وأولهم شون اللي وعدها بالحب زمان وخلى بيها. وتاني يوم بقى بيكون يان في معرض العربيات الخاص بيه وبصحابه، وبتروح له بنت جميلة اسمها يون، وبيكون باين عليها انها بتحبه لكنه مش بيطيقها، وده بيكون واضح على شكله جدا. هو بتوصل بعدها لين وبتقول انها عايزة تأجر عربية، هو بتصمم ان يان اللي يقوم يفرجها عليها، وطبعا بتفضل تتقرب منه، ويونا بتكون شايفاهم ومتضايقة وبتفكر انها حبيبته، فبتاخد العربية وبتمشي بيها. بس قبلها بتسأل جون عن يون فبيعرفها انها صاحبة يان، فبتتضايق جدا وبتقول انها مش بتتعامل مع رجالة عندهم اصحاب، وبتتحرك بالعربية، ولكن وهي ماشية بتشوف صورة لشون مع جي وبتتعصب، ومن كتر العصبية بتلبس في الرصيف اللي قدامها، وبتتصل على جون وبتعرفه انها عملت حادثة وبتطلب منه يجي ياخدها بالعربية. وبيروح جون يبلغ يان اللي كان عايز يروح يطمن عليها، بس جون بيعرفه ان هي طلبت ما يجيش. وبيروح جون وتاي يطمنوا عليها، وبعد ما بيطمنوا انها بخير بتطلب منهم ياخدوها على الفندق، وبيعرفها جون ان يان كان عايز يجي بس هو منعه، فبتقوله كويس عشان حبيبته ما تزعلش. بس جون بيعرفها ان يان ويونا مش بيحبوا بعض وانما هما جيران مش اكتر، ويونا هي اللي معجبة بيه، وهنا بتفرح وبتقول لجون يعرف ويرجع بيها عند يان في المكان اللي بيسهر فيه، وفعلا بتروح وبتقعد تشرق، ويان بيكون بيراقبها من فوق وبيشوف اتنين بيرخموا عليها، فبينزل وبيضربهم وبيقول لها تبطل شرب لانها بتلفت الانتباه، بس هي كانت شرب، وبتفضل تقرب منه وتحضنه وهو بيرجعها مكانها، وبتعرفه انها ما عندهاش مكان تبات فيه الليل، فبيضطر يان ياخدها على بيته وبيوصلها لحد السرير، ولكنها في الوقت ده بتجيب كل اللي في معدتها، فبيشيلها وبيوديها للحمام تاخد شاور، وبعدها بيرجعها للسرير تاني، لكنها بتحاول تقرب منه وهو بيقول لها اتهدي بقى، هو بيقول لنفسه انه مش هينفع يبقى معاها في مكان واحد، فبياخدها بشنطتها على بيت جدته وبيوصلها برضو لحد السرير، واخيرا بتنام وبيبص عليها هي من بره، وبيفتكر لما كانت طفل زمان وكانت محبوسة وبتطلب منه المساعدة، وبيسأل نفسه دلوقتي يا ترى ايه اللي وصل طفلة بريئة زيها للحالة دي. وتاني يوم بتروح الجدة تصحي يان، لكنها بتتفاجئ بلين مكانه في السرير، واللي بتمثل ان يان ضحك عليها وخلاها تنام معاه، والجدة المسكينة بتصدقها وبتطمنها انها هتضغط على حفيدها عشان يتجوزها ومش هتسيبها ابدا تضيع. ولما بيرجع يان بيتفاجئ برد فعل جدته العنيف، وبيفهم اللي عملته لين وبيحاول يشرح لها انه ما عملش حاجة وما لمسهاش اصلا، بس الجدة بتاخده من ودانه وبتقوله هتتجوزها يعني هتتجوزها،
وبعدها بقى بنشوف شون أخيرا بيوصي شخص يراقب لين كويس ويعرف كل حاجة بتعملها عشان يعرف هي بتخطط لإيه من وراه، وبيقوله يسيبها تلعب براحتها، كده كده هترجعلي في الآخر عشان جدتها. وعند لين بقى بتكون بتفطر مع يان والجد اللي بتطلب منها تروح معاها تشتري شوية لبس، بس يان بيقولها إن رجليها بتوجعها وخلاص كبرت على الموضوع ده ومش هتقدر، فبتقوله الجد خلاص يبقى انت اللي تروح معاها، فبتفرح لين انه هيخرج معاها. وبنشوفهم بالليل خارجين سوا ولين بتحاول تمسك ايده لكنه بيمنعها، فبتعمل ان رجلها اتخبطت عشان يان يشيلها، وما كانش مصدقها في الاول طبعا، لكنها مثلت الدور صح وخلته يصدقها وشالها. وبيكون في شخص بيصورهم اللي هو تبع شون، وهي بتكون عارفة واتعمدت تقرب منه عشان شون لما يشوف الصور يتغاظ اكتر. وفعلا الصور بتوصل لشون اللي اول ما بيشوفها وشه بيقلب تماما، ولكن جيا خطيبته بتوصل في الوقت ده فبيخبى عصبيته، وهي بتعرفه إنها أعلنت خطوبتهم قدام مجموعة من الناس، وبتسأله لو هيزعلوا تصرفها ده، فبيقول لها أبدا، وكله طبعا بيكون عشان خاطر التعاون اللي ما بينهم، وبيضطر إنه يمسك أعصابه. وعندي لين بقى بتبعتله رسائل عشان تتأكد من خبر الخطوبة، وبيأكد لها إن خطوبته من جيا قريب، وبيحذرها كمان تقرب من أي شاب تاني غيره. فبتتضايق لين لأنه عايز يعيش حياته وهي تفضل تحت الطلب، ومن عصبيتها بتروح ليان وبتعرض عليه ينام معاها، وطبعا هو بيرفض بس هي بتاخده بالعافية. هو لما تجاوب معاها خافت الموضوع يقلب جد وحاولت تبعد عنه، بس هو رفض وشدها وقال لها تكمل اللي بدأته، ولو خايفة تبقى تحترم نفسها وما تقعدش تنكشه. هو بيقرب منها بالعافية لكنها بتطلع التليفون وبتصور، فبياخد منها التليفون يرميه، وفجأة بيسمعوا صوت الجدة بره. هو لما بيطلع يان بيلاقيها قدام الأوضة، ولما بتلاقيه في أوضة لين بتزعقله وبتاخدها معاها. وتاني يوم لين بتترجى يان يخرجها شوية وبيكون رافض. ولما بتشوف يونا بتبص عليهم بتقرب منه وبتكون قاصدة طبعا، وهو بيفهم هي عملت كده ليه، وبيقول لها الظاهر كده ان عندك اسرار كتيرة مخبيها عليا وهيجي يوم ولازم تحترفي لي بيها. فبتخاف لين من كلامه وبتمشي وبتسيبه. وبعدها بنشوفه بره وبيوصل ليان اتصال من مي اختها اللي بتترجاه يرجع عشان تشوفه، بس بيرفض وبيقول لها ان مفيش بينهم حاجة غير صداقة العيلة القديمة وبس. ولين طبعا مش بتفوت الفرصة دي وبتقرب منه عشان ميا تفهم ان خلاص بقى معاه واحدة. بعد شوية بيرجعوا البيت والجدة بتقول لهم انهم لايقين جدا على بعض وشكلهم زي الحبيبة. وبيجي لين اتصال من شون فبتروح تكلمه بعيد شوية وبيحذرها من ان ميا تعرف انها معيان والا مش هيضمن رد فعلها، وبيعرفها انها توصل عندها قريب قوي يعني تبعد عن يان في اسرع وقت. وعند يان بقى الجدة بتقوله امتى هتتجوز لين، فبيقول لها لما تحترف له بحبها الاول. هو بيطلب منها ما تلحش عليه او في موضوع الجواز ده لحد ما يقربوا من بعض كويس. هو لين لما بتسمعه بتستغرب من كلامه لانه طول الوقت اصلا رافضها، والمفروض شايفها بنت مش محترم، يبقى ازاي عايز يتعرف عليها وبعدين يتجوزها. هو بالليل بقى بتروح لين لمعرض العربيات وبتسأل جون على يان، فبيعرفها انه مع بنت اسمها مي ولسه مرجعش. فبتاخد تليفون جون وبتتصل على يان لان رقمه مش معاها لسه، وبتقوله يرجع المعرض حالا بس بيقولها لا وتبطل شغل العيال ده. وهنا لين بتشوف الدور اللي فوق من المعرض وبتفتكر لما كانت مرات ابوها بتربطها وبتضربها، وبيوصل يان مع ميا فبتستخبى بسرعة، بس يان بيدخل وبيمنع ميا تدخل لان ممنوع دخول البنات هنا. وبيدخل يان اللي لين بتشد عليها وبتقرب منه، فبيسألها لو خايفة تقابل اختها وبيسحبها قدام الازاز، فبتترعب لين لما بتشوف اختها بس بتلاحظ انها مش شايفة لان الازاز بيكون عازل. فبتقرب من يان اللي بتجاوب معاه، وبعدها بيطلع لمي اللي بتكون عمالة تلح عليه عشان يخرج ويطلب منها ترجع بيتها. اما هو ولين بيرجعوا البيت وميا بتتصل عليها عشان تعرف هي فين وليه لغت حجز الفندق بتاعها، وبتحذرها لو كانت بتلف على يان مش هترحمها، بس لين بتقفل في وشها. وبيدخل يان عليها الأوضة يطمن على رجلها بس بتحاول انها تقرب منه، وبتطلع تليفونها وبتصورهم سوا عشان تبعت الصورة لشون بس بيرفضها وبيروح لأوضة، فبتروح وراه بالعافية وبتقتحم الأوضة وبتفضل تقرب منه، وهو بيقول لها
خلاص طالما كده ما تندميش بقى على اللي هيحصل. هو بيحصل بعدها حاجات احنا ملناش علاقة بيها. وتاني يوم بقى الصبح بتتفاجئ لين انهم ناموا سوا، وكانت دي اول مرة ليه، واكيد يعني دلوقتي عرف كل حاجة. فبتاخد لبسها بسرعة وبتطلع من الأوضة، بس بتقابل الجدة وبتتكسف، فبتروح لأوضتها وبتتفاجئ ان يان بر بيكون قاعد في البلكونة وجايب لها علاج لرجلها، بس هي بتطلب منه حاجات خاصة شوية وبتبقى مكسوفة، ولكنه بيفهمها. ولكن لما بيروح يشتري لها ما بيكونش فاهم حاجة، فبيشتري لها كل الأنواع. هو بتشوف يون هناك اللي بتسأله لو عنده ضيوف وجايب الحاجات دي لمين، فبيعرفها انهم لحبيبته عشان تسيبه في حاله وتحل عنه. بيرجع للين وبيديها الحاجة، وهي بتكون هتموت من الكسوف، بس يان بيلاحظ انها تعبان وبيفضل يرعاها ويأكلها ويشربها، حتى انه بيعمل لها اكل مخصوص وبيهتم بيها. وهي بتفرح لان اخيرا بقى في حد بيحبها لنفسها هي، مش عشان حاجة تانية. ولكن بتكون حاسة من جواها ان الحب ده مش من حقها، لانها متأكدة انه هيسيبها ومستحيل يتجوز بنت سمعتها وحشة زيها. وبره بقى بتكون ميا واقفة ومعاها هدايا وعايزة تقابل يان، بس الجدة بترجعها بالهدايا وبتقول لها انه مش هنا. بس ميا بتكون شاكة ان معاه بنت، والجدة بتبعدها عشان كده وعشان متعرفش هي مين البنت دي. والجدة بتقول ليان يعرف ميا انه مش هيتجوزها، بدل ما هي متعلقة بيه كده كل شوية تنطله، وبيبعت لها رسالة عشان تحضر نفسها. وفعلا بتكون اتجهزت وفكرت انه هيخرجها، بس اول ما بيوصل تاي بيسألها على الشنطة لانه ناوي يرجعها مدينتها، وبيطلع انه بعت لها تاي صاحبه عشان يوصلها للمطار. وطبعا هي بتفقد اعصابها على الاخر، وبترجع ميا البيت وبتشتكي لعمها من اللي عمله يان معاها، وهو بيقول لها تتقل شوية عليه لان لسه ما فيش اي حاجة رسمي بينهم. وبتوصل بعدها جي اللي بتسأله في ايه، فبيقول لها شون لعب عيال ما تاخديش في بالك. وعندي يان ولين بقى بيكونوا سهرانين مع اصحابه وبيلعبوا لعبة الازاز، كل واحد بياخد حكم، وكان الدور على يان ولين ينفذوا حكمهم. بس اول ما بتشوف شون بتخاف وبتبعد عن يان اللي بيشدها، بس هي بتفضل مركزة مع شون فبيبعدها عنه وبيروح لشون وبيتعرف عليه وعلى جي اللي بتحس ان شون بينه وبين لين حاجة من طريقة كلامه معها عشان بيقولها ترجع معاه، بس هي بتعرفه انه ملوش حكم عليها، هو مش هترجع مع حد. وبعد ما شون بيمشي بتلف لين فمش بتلاقي وراها يان، فبتروح وراها على البيت على طول. هو بتلاقيه راميلها شنطتها برا وبيقولها تروح مع شون وخليه ينفعها، لكنها مش بتستسلم هنا وبتطلع على الباب وبتتعلق عليه وبتفضل تنادي على يان عشان ينزلها. وبعد ما بينزلها بيقولها تمشي لين مش هيدخلها البيت، بس لين بتترجاه وبتقوله بيتني حتى النهاردة بس وهمشي بكرة الصبح. فبيقولها لو عايزة تباتي الليلة هنا يبقى تنفذي اللي انا عايزه، فبتقوله موافق. بيشيلها ويروح بيها على الأوضة وبيقضوا الليلة سوا، وبتصحى قبله وبتاخد ليهم صورة سوا، والمرة دي بيشوفها وبيسألها بتعمل ايه، فبتقوله انها بتاخد صورة ليه عشان تبتزوا بيها وبتمسحها قدامه. بعدها بيوصل شون اللي بيطلب يقابل لين، فبتعرفه انها في اوضتها، ويان بيشوفهم وبيتعمد انه يطلع قدامه من اوضتها وبيعرفوا انها نايمة. ولين بتسمعهم وبتقرر تجاري يان اللي بيفتح الستار، هو بيقوله معلش اصلها نامت متأخر عشان كده تعبان. وبيشوفها شون في اوضته وطبعا بيشيط على الاخر، خصوصا ان يان بيقرب منها قدام بس بيمسك نفسه وبيطلب منها تيجي وراه، فبتروح تكلمه وبيقولها ترجع معاه الليلة لو خايفة على جدتها. ويان بيقولها ما تروحش، لكنه ما يعرفش ان شون ماسكها من ايدها اللي بتوجعها وهي علاج جدتها. وبتفتكر لين ان شون هو الوحيد اللي اتكفل بجدتها بعد ما صابها مرض الزهايمر، ووعدها ان محدش هيقرب منها تاني، عشان كده بتوافق ترجع معاه وبتقوله انه بيستغلها، ولكن في يوم هتقدر تهرب منه لانه عايز يعيش حياته وهي تفضل تحت امره. وبتروح عشان تودع الجدة ويان اللي كان زعلان ورفض يكلمها. وأول ما بتوصل لين البلد بتروح تزور الجد اللي كانت تعبانة بسبب إهمال الممرضين وضربهم ليها كمان، وبتصور لين الضرب اللي على جدتها وبتبعت الصور لشون عشان يعرف مين اللي عمل كده فيها ويحاسبهم. وبتروح بعدها البيت وبتقابل ميا ومرات أبوها وبتزعلهم عشان ضربوا جدتها، بس ميا بتعرفها ان ده عقابها عشان حاولت تقرب من يان، وبتفكرها هي مين وامها مين، ولو عايزة تفضل في البيت ده تبقى تقعد زي الكرسي بالظبط ملهاش صوت. وبتضربها ميا ومرات ابوها عشان يفكروها هي كانت مين وبتتعامل ازاي. وبعدها
وقتها لين بتكلم سونج اللي بيكون صاحبها وبتعرفه انها رجعت، فبيقول لها ليه ما تتجوزوش وتخلص من الحياة دي بدل ما تروح تقابل واحد قد ابوها عشان تتجوزه لانها مجبرة. بس بتقوله يروح معاها لانها خايفة، وفعلا بيروح معاها سونج وبيكون العريس كبير في السن وبيحاول انه يعتدي عليها وبيضرب سونج، ولكن بيظهر في الوقت ده يان اللي بيمسك ايده وبيكسرها وبيحذره يتعرض للين تاني، وبيمشي من غير حتى ما يكلمها، وهي بتروح تطمن على سونج اللي كان خد خبطة في دماغه. وبتخرج لين فبتلاقي يان بره وبيديها الجاكيت بتاعه عشان تلبسه، وبيقولها يلا عشان اوصلك البيت، لكنها بتحذره من الاشاعات اللي هتطلع عليهم لانه ابن اكبر عيلة في البلد وهي بنت سمعتها مش تمام. بس بيقرب يان منها وبيقولها انه مش فارق معاه، ولو كان على الاشاعات فعادي هو بيحب الاشاعات دي. هو بتوصل لين البيت بعدها وبتتفاجئ ان شون هناك وبتسأله دخل ازاي، فبيقولها انه معاه نسخة من المفاتيح ولا نسيتي، وبيقولها انه جاي يبلغها تلم الدور مع ميا لانه مش هيقدر يحميها طول الوقت، وبيعرفها انه في عشاء عائلي بكرة ولازم تحضره. بس بتتفاجئ تاني يوم ان شون جايب لها عريس، وجاية بتتعمد تقرب من شون قدامها وبتشوف في عينيها انها متضايقة، وبيعرفها شون على عريسها واللي بيكون اسمه يو، وبيقولها انه هيكون مناسب ليها. ومرات ابوها بتقولها ان ده الشاب اللي قبل يتجوزها بعد ما عرف سمعتها، ولين طبعا بتتضايق وما بتكونش عارفة ترد، وبتضطر انها توافق على يو عشان تغيظ شون. هو بتاخده ويتكلموا برا لوحدهم وبتسأله هيقبض قد ايه، فبيعرفها ان شون هيقبضوا كتير عشان كده وافق على جوازتهم. بس بتتفاجئ بيان في المطعم فبتروح وراه وبتسيب يو اللي طبعا بيبلغ شون باللي عملته، فبيتصل عليها شون وبيسألها راحت فين لانها مش في البيت ولا في شقته، وبيقول لها نص ساعة بالكتير وتكوني هنا، وقبل ما ترفضي افتكري جدتك. فبتضطر لين انها تروح له مغلوبة على امرها وبتسأله عايز ايه، فبيسألها لو لسه معيان وبيحذرها تقرب منه لانه بيغير عليها. بس لين بتفكره انه كان بيمنعها تقرب من اي شاب وتحب زي البنات العادية، ووهمها بأحلام ما تحققتش وخلي بيها في الاخر وراح ارتبط بواحدة تانية. لا وده لسه كمان عايز يسيطر عليها بيو ويعيش هو حياته عادي هو، لكن للأسف في الآخر بتضطر برضو إنها تقابل يو تاني عشان خاطر جدتها، وبتخرج مع فالق وبيسيبها يو عشان يطلب مشروب. وفي الوقت ده بيكون يان بيتمشى مع مي وجون اللي بياخد مية عشان يخلى الجو ليان مع لي، وهو بيروح فعلا يقعد معاه وبيعرفها ان في عشاء عائلي بكرة في بيته ويا ريت تلبس حاجة كويسة وتيجي مع عريسها المستقبلي. هو بتروح لين بعدها تنقي فستان، هو بتقابل جي وشون في المحل، بس جيا بتتعمد تاخد الفستان اللي عجب لين اللي طبعا بتكون فهمت لعبتها وبتصمم تاخد الفستان، وبتخلي شون اللي يحاسب وبتقوله كويس انت لسه فاكر القواعد زي زمان. وطبعا كلمتها دي بتخلي جيا تسأل هو ايه اللي بينهم وايه ده اللي زي زمان، فبيقول لها شون انه جواز مصلحة وهي عارفة ده ولو مش عاجبها الوضع يفركشوا عادي، وطبعا هي بتقوله لا لانها بتحبه. هو بتروح بعدها الحفلة مع يو اللي كانوا رافضين يدخلوه وعايزينها تبقى لوحدها، لكنها بتصمم تدخل معاه وبتضغط على شون اللي بيوافق وهو متضايق لانه بيحبها ومش عايز يشوفها مع حد غيره. بيدخلوا الحفلة ويو بيتعرف على لين وبيعملوا نفسهم اول مرة يشوفوا بعض، وعيلة يان بتكون حاضرة وبتتعمد ميا وامها يقولوا قدامها ان لين كانت بتصمم مجوهرات بس سرقت التصاميم من مصممة مشهورة وخسرت المسابقة بسبب الغش. وبتعرف الأم إن ميا مش سهلة، وكمان لين تقول شكل كده العيلة دي مش هتنفع للجواز. وبعد كده لين بتوصل يو برا بس يان بياخدها وبيمشي وبيعرفها انه بلغ الخدع يقولوا للي في الحفلة انها مشيت مع يو. بياخدها بعدها يان على مكان ما تعرفوش وشون كان وراهم، وبتسأل يان لو مش خايف منه بس بيقولها انه مش بيخاف من حد وشون اللي لازم يخاف منه مش هو. بيوصلوا اخيرا للمكان اللي عايزه يان وبيطلع انه دكتور بيعالج بالاعشاب عشان الالم اللي كان بيجيلها، وبتفرح انه مهتم بيها ومنسيش تعبها، والطبيب بيوصف لها علاج وبيكون العلاج مر شوية لكن يان بيقول لها انها لازم تاخد منه عشان تخف. وهم راجعين البيت بتنام لين اللي بتحلم بذكريات مرات ابوها وهي بتضربها
وبتفتكر لما يان أنقذها زمان، ولما بتصحى بتلاقي يان شايلها فبتتخض وبتسأله احنا فين، فبيقول لها في بيتي، فبتخاف أكتر وبتقول له ما ينفعش أبات عندك الليلة، بس بيقول لها إنها باتت معاه كتير، إيه اللي هتخاف منه؟ فبتقول له تصدق معاك حق، وبتروح تغير هدومها وبتروح تنام جنبه. وتاني يوم بيجيلها اتصال من مي اللي بتسألها انت فين، وبتحذرها لو كانت مع يان، فبتقول لها أيوة معاه وبتقفل في وشها. وطبعا بتروح تشتكي لشون اللي كان متعصب جدا لأنه عرف إنها معاه. هو كلمتهم الاتنين سوا وأكدت لهم شكوكهم كمان، وشون بيزعق فيها وبيقول لها ماشي أنا هربيكي من أول وجديد. وعشان مية تنتقم منها بتروح تضايق في جدتها، وبتوصل لين المستشفى وبتتفاجئ إن جدتها بتعيط وإيديها كلها دم، فبتحاول تهديها وكمان بتحاول تفكرها بيها لأنها متكونش فاكرة حاجة. بس الجدة بتقولها إنها مش عايزة تفضل هنا عشان هما بيضايقوها. فبتفهم لين إن في حد زارها، وبتسأل الممرضة مين اللي جه زار جدتي النهاردة، فبتقولها مية واللي كانت قصدها تزورها عشان تضايقها وتنتقم منها. فبتتصل على مية وبتقولها لو جت تزور جدتها تاني مش هيحصل خير، لكن مية مش بيهمها وبتعرفها إنها هتزورها كتير الفترة الجاية، وهي كده كده مش هتقدر تعمل حاجة. فبتضطر في النهاية إنها تروح لشون اللي بيسألها عايزة ايه، فبتعرفه إنه خلف بوعده معاه وإنه محماش جدتها زي ما وعدها. هو بيسألها ليه ايه اللي حصل، فبتعرفه إن مية زارتها وكمان ضايقتها بالكلام وخلتها تأذي نفسها وهددتها إنها هتزورها تاني. هو شون بيقول لها انت عارفة إن مية بتكرهك بسبب الحادثة اللي حصلت، بس ما تقلقيش هي كده كده مش هتزورها تاني. ولين هنا بتعرفه إنه لئيم وهو اللي أغواها الأول، وبسببه سمعتها بقت زي الزفت، وجاي يلوم عليها في الحادثة من تاني. وبتسمعه بعدها تسجيل ليهم وهم سوا، وبيحترف إن هو اللي تهجم عليها مش هي زي ما فهم الناس ساعتها. وبتقوله لو ما تعاملتش مع بنت أختك في أسرع وقت أنا هنشر التسجيل ده. ودي كانت أول مرة ليها تتحداه، وهو طبعا خاف لحسن تفضحه قدام عيلة خطيبته جيه ويخسر التعاون اللي ما بينهم. فبترجع لين البيت وبتاخد شاور لكنها بتنزل تحت المية، وبيفتكر يان لما بيوصل إنها غرقت نفسها في الحوض وهي عاشت الدور عليه، وكان يا عيني هيموت من الخوف عليها، وطلعت من المية وحذرها تعمل كده تاني. وبعدها بيقعدوا سوا وبيسألها لو في حاجة مضايقاها تقوله وهو هيحلها، بس بلاش تعمل المقالب دي تاني. أما عند مية بقى بيروح لها شون اللي بيقعد يخوف فيها وبيهددها بالقتل لو قربت من لين تاني، وهي بتوعده إنها مش هتقرب من الجدة تاني. وبعد ما بيمشي بتستحلف للين اللي بتكون في الوقت ده قاعدة تصمم عقد لأم يان اللي بيوصل البيت وبيسألها لو لسه شغال ما تعبتش، وهي بتقوله إن شغلها بياخد وقت بس في النهاية فلوسه حلو. وبتيجي تقوم بتلاقي رجلها مش شايلاها، وده بيكون من كتر ما فضلت قاعدة فترة طويلة. فبيطلب منها يان ما تجيتش نفسها في الشغل وهو هيأمن لها كل اللي محتاجاه. وبالليل بيتصل يو على لين عشان يتقابلوا تاني يوم، وبيعرفها إن شون اللي طلب منه يقابلها عشان يتعرفوا أكتر. وتاني يوم فعلا بتقابله وبيقعدوا يتكلموا، لكنها بتتفاجئ إن شون اللي وثق وعايز يتعشى معاه، ويو بيتأسف لها لأنه ضغط عليها. بس لين بتاخد جو من إيده وبتقول لشون إنهم هيغيروا المكان وبيمشوا، بس بتقابل يان على الباب، وأول ما بتشوفه بتسيب إيد يو اللي بيفهم إن في بينهم حاجة بس عاملين نفسهم ما يعرفوش بعض. وبعد ما بيمشي يان بيقعد مع شون اللي بيحذره من التواصل مع لين لأن سمعتها مش كويسة وهتضره وهو خاطب بنت أخته. بس يان بيقوله تقصد العلاقة اللي بينكم ولا تقصد إن أنت اللي اتهجمت عليها، وبعدين مش عيب على واحد زيك في ال30 معجز ياخد عيلة زي لين، الأولى إنك تسيبها لها عشان إحنا في سن بعض. فبيتعصب شون من كلامه وبيحذره، بس يان بيقوله مش أنا اللي هتهدد لأن محدش ماسك عليا دليل. هو بيرجع البيت بعدها وبيقدم العلاج للين اللي بتكون لسه راجعة، وكان واضح عليه الغيرة والغضب، لكنها بتعرف إن هو كمان خاطب يعني بلاش يغير عليها والعلاقة اللي بينهم مصالح مش أكتر. لكنه بيعرفها إنه مش محتبرها كده، ولما بتحس إنه متضايق بتتأسفله وبتوعده إنها تحاول ما تخرجش مع تاني. وعند شون بقى بتروح له مي وبتقوله يسيطر على لين شوية ويمنعها عن يان عشان شك إنها بتنام في بيته أصلا، وإلا هتتعامل معاها بنفسها لأنها كده هتسرق حبيبها منها. بس شون بيتعصب عليها وبيقولها إن يان مش بيحبها أصلا وهي اللي واهمة نفسها، عشان كده تبطل تغير لأن الموضوع لسه مجرد كلام بين الأهل. هو بالنسبة لين تبعد عنها خالص وإلا هو اللي هيتعامل معاها بنفسه.
وبنرجع تاني لين اللي بترد على تليفون يان لأن بيكون في الحمام بياخد شاور، وبيكون صاحبه جون اللي بيعرفه إن في بنت عايزة تشوفه وهي حبيبته باي القديمة. وطبعا لين بتزعل لما بتعرف إن عنده حبيبة وكده ممكن يرجع لها، ولما بيخرج يان بيعرفها إنه هيخرج يقابل صاحبه، فبتقوله روح، وبتقول في نفسها انت ولا حاجة مجرد نزوة، وبتكون زعلانة لأنها مش قادرة تكسب قلبه. وبيروح بعدها يان يسهر مع جون اللي بيسأله عامل ايه مع لين، فبيقوله انه بيواجه شوية مشاكل مع عيلتها بس قريب قوي هيكون ليها حل. وبعدها بقى بنشوف لين وهي سهرانة مع سونج صديقها المقرب في نفس المكان، وجاية عشان تشوف البنت طبعا اللي بتوصل عند يان وبتحاول تقرب منه وبتشرب من نفس الكاس بتاعه، بس بيعرفها ان ده كاس جون، فبتتضايق وبتسأل جون ايه وايه اللي جابه، بس يان بيقول لها ان اللي بينهم انتهى من زمان. وجون قاعد مش ماشي، هو بيسمعه سونج وهو بيتكلم، فبيقول لجون يجي يقعد معاهم هو والضيفة اللي معاه، فبتروح لين على طول اصلا بتكون مصدقت. وباي بتسأل سونج على علاقته بلين اللي بتمسك دراعه وبتقوله أصحاب، وطبعا كانت بتضايق وبتغص في يان اللي كان هيموت من الغير. وبعد السهرة بياخدهم يان وبيوصله وبيرموا باي عند أقرب فندق، وبعدها بيقف عشان يفهم لين علاقتهم ببعض عشان بيكون واخد باله إنها متضايقة، بس بتقوله قول برضه نعرف هي مين. وبيعرفها يان إنه حب باي أيام المراهقة وسابها، بس هي من ساعتها وهي لازقاله كل شوية عايزة ترجعله وهو مش موافق لأن قلبه مع شخص واحد بس. وهو بتفرح لين إنه مش بيحبها وإنه نسيها خلاص. وبنروح بقى لشون اللي بيأمر يو يتصل على لين عشان تقابله، ولكنها بترفض لأنها بتكون تعبانة، فبيقولها براحتك وبيقفل معاه. وشون بيتعصب من عدم ضغطه عليها، بس يو بيقوله إنه مش هيجبرها على حاجة، خصوصا إنها مش بتحبه ولا هتحبه. هو يبطل يستخدمه في السيطرة عليها لأنه أكيد مش هيتجوز لين بس عشان خاطر يقدر هو يشوفها في أي وقت، هو يمكن كمان ينام معاها، يعني من الآخر كده مش هيبقى يبقى إريال. وهو بيقدم لشون استقالته من الوظيفة اللي كل شوية يهددوا بيها دي، وبينصحه يفوق من مرضه بلين لأنه هيدمره. وهنا شون بيتعصب على الآخر وبيتصل على شخص يأمره يخطف لين، هو السكرتير بتاع شون بيسأله ناوي يعمل ايه لأنه كده هيضيع نفسه، لكنه بيعرفه انه مش هيسيب لين تبقى لأي حد تاني غيره. هو فعلا تاني يوم بيخطفها. هو لما يان بيرجع البيت بيدور عليها مش بيلاقيها، وبتكون اختفت فص من الحوداب، وبيقعد لمدة يوم ما يعرفش عنها حاجة لحد ما جون بيكلمه وبيعرفه انها اتخطفت، وبيأمر يان يدور عليها ويعرف له مين أخدها في أسرع وقت، وبيقول له انهم لقوا رقم العربية اللي خدتها وبعتوه عشان يدوروا عليها. أما لين بقى بتكون متكتفة في مبنى تحت الإنشاء مع شون المجنون، واللي بيقول لها وهي نايمة إنه مش هيسيب حد مهما كان ياخدها منه. هو بيعرفه له اللي بيكون السكرتير بتاعه إن الطيارة اللي هتنقل لين لفرنسا مش هتقدر تتحرك من المطار إلا بعد 3 ساعات لأن في عواصف شديدة هناك، يعني هيضطروا يتأخروا 3 ساعات على نقلها. وبيروح شون يقعد قصادها وبيطلب منها تسامحه على اللي هيعمله لأنه مش هيقدر يشوف حد تاني بياخدها منه، لكن لين بتقوم وبتفضل تصرخ وهي مش شايفة حاجة ولا عارفة مين معاها. وشون بيقفل بقها وبيطلع بره وهو متعصب على الآخر. هو بيطلع ورا ليو اللي بيعرفه إن اللي بيعمله ده أكيد غير قانوني، ولو عيلة جي عرفت هيلغوا التعاون اللي ما بينهم، كده الشركة هتخسر كتير. لكن شون بيطمنه إن محدش هيعرف باللي بيحصل ده. ولين بتفوق وبتشيل الغطا من على عينيها وبقها وبتفضل تصرخ عشان حد يلحقها، وشون بيكون هيدخل لها بس بيعرفوا ليو إن الشرطة عرفت مكانهم ولازم يهربوا، وبيمنعوا ليو من الرجوع ليها تاني وبيهربوا بسرعة. أما يان بيكون مع الشرطة وبيقبضوا على الحراس اللي كانوا على الباب، وبيدخل يان يفك لين اللي بتقوله إنها بخير، لكنه بينصحها ما تعملش قوية قدامه وتطلع اللي جواه، فبتسيب نفسها لمشاعرها وبتقعد تعيط وهي منهارة من الخوف. هو بتعرف يان إنها اترعبت من اللي حصل، هو ما تعرفش مين عمل فيها كده، بس يان بيطمنها إنه مش هيغزلها تاني أبدا وهيحميها، وبيرجع بيها البيت وبيفضل يأكلها ويهتم بيها. وجون بيقوله إنهم معرفوش لحد دلوقت يوصلوا للخاطف، بس لسه هيدوروا تاني ويتأكدوا لحد ما يوصلوا لأي دليل. هو بعد ما جون بيمشي بيكمل ين أكل لين، هو بيقرب منها لكنها بتخاف، فبيزعل وبيقول لها إنه مش زي اللي خطفوها ومستحيل يأذيها. هو بيوعدها إنه مش هيخلي حد يقرب منها تاني مهما حصل. ولين بتسأله بيعمل معاها كده ليه وهي مستحيل تكون له، بس بيفكرها يان إن أنقذها قبل كده وهينقذها تاني وما عندوش مانع ينقذها تالت ورابع كمان. هو بتفتكر لين لما كانت مرات أبوها بتحبسها وبتضربها، وإنها في يوم من الأيام طلبت المساعدة من يان وهو ما تأخرش عنها
هو بتكون فاكرة نسيها ونسي أيامهم سوا، بس بيفاجئها إنه لسه فاكر كل حاجة كأنها لسه امبارح. وبتستغرب ليه ما قالهاش طول الفترة دي. هو بيتضح إنه كان عايزها هي اللي تصارحه من الأول، وبيحترف لها بحبه وإنه عايز يكمل معاها بقية حياته. ولين يا عيني من الصدمة بتقعد تعيط وما بتكونش مصدقة إنه لسه فاكرها، وبتوعده إنها تفضل معاه وملكه للأبد. وبعدها بقى سونج بيروح يزورها وبيسألها لو تعرف مين اللي خطفها، بس هي بتقوله لأ لأنها ما سمعتش حتى صوته ولا شافت أي حاجة، ولما الشرطة وصلت كان هرب. فبيسألها سونج لو ناوية تشترك في مسابقة تصميم المجوهرات، فبتقوله أيوه، بس لما تعرف الأول ليش هي المصممة اللي سرقت تصاميمها وصلت لها ازاي. بعد كده بنشوف أخبار عن ميا وإشاعات إنها بتدفع رشاوي عشان تدخل المسابقة، وأبوها بيضربها وبيقول لها إنه مش هيخسر سمعتها عشان خاطرها. وعندي لين بقى بتكون عايشة مرتاحة مع يان اللي بيهتم بيها وبصحتها وكمان بعلاجها، وبيوعدها إنه هينتقم لها من كل اللي ظلموها واتبلوا عليها. ولين بتقوله إنها عايزة ترجع بلدها هي وجدتها عشان شون يبطل يتحكم فيها. أما يان فبيقرر ينهي التعاون بينهم وبيعلن تاني يوم لمجلس الإدارة بقراره. هو بيرجع للبيت وبيقدم هدية للين بمناسبة إنهم بقوا مع بعض لمدة 3 شهور، وبتفرح لأنها لقيت حد يحبها بجد ويحميها. أما في بيت ميا بقى كانت الأجواء مشحونة على الآخر بسبب إلغاء يان للتعاون مع شركته. هو بيوصل شون اللي بيعرف أخته إن بنتها اتخطت الحدود مع جدة لين رغم إنه حذرها، وفوق ده سمعتها بقت زي الزفت. هو بيقولها تلم بنتها شوية. وبعدها بقى بنشوف يان مع لين وسونج اللي بيكون جايب لهم المصممة شيا، وكانوا عاملين لها فخ عشان يعرفوا هي سرقت التصاميم ازاي. وفعلا بتتأكد لين ان هي اللي سرقت التصاميم، بس وصلت لها ازاي ده اللي مش قادرة تفهمه لحد دلوقتي. ويان بيقول لها تطمن لانه هيرجع لها كل تعب السنين اللي فاتت. وبعدها بيروح سوا للمستشفى وبيعرفها انه هياخد جدتها من هنا وفي اي وقت هتقدر تزورها ومحدش هيقدر ابدا يضايقها. ولما بتروح لين تزور الجدة بتلاقي الممرضة بتعاملها وحش، فبتتخانق معاها وبتطردها. وبتروح بعدها تقابل شون وبتقوله انه فشل في وعده ليها وما قدرش يحمي جدتها زي ما كان بيقول لها، فبيحاول هنا انه يقرب منها فبتضربه. فبيرجع لها تاني وبيقول لها انه بيحبها وعارف كمان انها بتحبه، ومتأكد 100% ان يان ده مجرد كارت بتغيظه بس بيه. بس بتقوله انهم بيحبوا بعض. وشون هنا بيضحك عليها وبيقول لها ان يان مستحيل يتجوزها، هو مستحيل يتجوز واحدة بسمعة زي دي، وهو اتعمد انه يبوظ سمعتها عشان محدش يقرب منها ولا ياخدها منه. وقريب قوي هتكون ليه لوحديه. وبعدها بيقرب منها بالعافية، بس يان بيوصل في الوقت ده وبيضربه وبياخدها منه وبيعرفه انه مش هيقدر يقرب منها تاني، ولو فكر هيندم ندم عمره. وبعدها بيروح ياخدوا الجد عشان ينقلوها لبيت يان، وبتقابلهم مي اللي بتسأل يان بيعمل ايه مع اختها، فبيقول لها ان ملهاش حق تسأل السؤال ده لانها ملهاش علاقة بيه، وهي اللي عشمت نفسها بالجواز منه وهو عمر ما وعدها بحاجة. وبيرجعوا بعدها للبيت وبتطمن لين على جدتها، وطبعا بتعيش حياتها مع يان. بس اهل يان بيوصلوا وبيفتحوا الأوضة عليهم، فيان بيخبيها وبتزعل لين لانها بتفكره بيستعر منها. بس بعد ما اهله بيمشوا بيقول لها انه عايز يبرئ اسمها قدامهم الاول وبعدها يتجوزها، وبيوعدها انه قريب هيخلي الكل يحلف بنزاهتها واحترامها. هو يعرف انها كانت مظلوم، وفعلا كلها ايام وبيوفوا بعده ليها، والكل بيكتشف حقيقة سرقة شيه لتصاميم لين، والصحافة بتصورها وبتبقى فضيحة بجلاجل. وبينتشر الخبر طبعا وبتشوفوا ميا وعيلتها اللي كانوا متضايقين ان حقها رجع. بس الاب بيفرح لبنته لانها اتظلمت كتير بسبب مراته، وبتدخل الصحافة عليهم لان شيا اعترفت ان ميا وامها هما اللي سلموها تصاميم لين بايديهم. وطبعا كل واحدة فيهم بقت عمالة تتهم التانية وتقول ان هي اللي حرضتها، وبكده مش باقي غير تهمة واحدة بس وهي اغواء شون، واللي كان معاها تسجيلات تثبت ان هو اللي كان بيجري وراها. وبكده مش باقي غير حاجة واحدة بس وهي انها تروح وتختار فستان فرحها على يان. والغريبة ان سونج بيكون معاها وبيفرح لها من قلبه، ولكن جيا بتعرف مكانها وبتروح عشان تتخانق معاها لان شون متعلق بيها ومش راضي يطلعها من دماغه. ولما شون بيعرف بيروح وراها وخاف ان جيا تأذي لين
لأنه طبعا لسه بيحبها ومهووس بيها، وبيوصلها فعلا قبل ما جيها تأذيها، وبيطلب منها تسامحه وترجعله لأنه من غيرها هيضيع. لكن في الوقت ده بيوصل يان مع الشرطة اللي بتقبض على شون بتهمة خطف لين، اللي بتتفاجئ إن هو اللي كان خاطفها. وأخيرا وبعد ما لين أخدت حقها وكل حاجة ظهرت، بيقرر يان إنه يعلن جوازهم قدام الكل وبدون حرج أو كسوف من أي حد، وبيهديها يان بيتها القديم هدية جوازهم لأنه غالي عليها، وعليات ذكرياتها مع أمها كانت في البيت ده. ولحد هنا يا حلوين الملخص بتاعنا خلص. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.